محمود ولا عبد الوهاب زيتون اللي هو الزوج ديالي ما حطوش نفسهم كما كيدعيو البعض، هما صبوا البنزين على نفسهم. كنهضر بصفتي زوجة عبد الوهاب زيتون. عبد الوهاب زيتون صب البنزين على نفسه كيف ما كتشوف الفيديو، انه هو اللي نقز الاول، ماشي صب نفسه غير نفسه البنزين غير هكاك، وانما نصرة للمستضعفين، نصرة للمستضعفين. وهاد الوتر ما هي الا فئة من هاد الناس المستضعفة في الارض. صب البنزين على نفسه ماشي لاجل نفسه فقط، ولكن باش يجيب الخبز لخوتو اللي كاينين في المعتصم. هادشي علاش نزل، ماشي نزل غير على نفسه وهبط وضحى بنفسه غير هكاك. صب البنزين فقط كوسيله تهديد باش يجيب خوتو ما ياكلوا، باش تعرفوا حنايا فين كاينين. ابسط الحقوق ديالهم اللي هي الماكله، الخبز يدخل لهم والادويه تدخل لهم، ما كانش كتدخل. فين حنايا؟ واش في دوله الحق والقانون اللي الخبز ما يدخلش لهم لدرجه يجيبوا الكلاب باش الخبز اللي كيتلاح ياكلوا الكلاب؟ الكلاب احسن منهم ياك، احسن من الاطر. شنو ذنبهم؟ ذنبهم انهم خيرة ابناء الشعب، انهم فنوا عمرهم باش يقراو وباش يشرفوا بلادهم ويشرفوا والديهم، باش انهم يهزوا بلادهم ويطوروها. دكاتره الماستر ماشي فقط غير انهم قراو شي حرف كيف ما كيقولوا، جاو فناو زهرة الشباب ديالهم في الدراسة، وجاو طرامو في الاحضان ديال الشارع باش انهم يرفعوا نفوسهم للدولة، يقولوا ما حنايا ابناء الشعب جينا باش نهزوا الدولة ديالنا ونهزوا بلادنا. ولكن لا حياة لمن تنادي، كلشي كيتماطل، كلشي كيتماطل. خاضوا مجموعة ديال الاشكال النضالية من يتخرجوا من التخرج ديالهم وهما كيناضلوا وكيطالبوا بالوظيفة اللي هي ابسط حق باش يصونوا الكرامة ديالهم، كرامتهم باش يصونوها. ابسط حق ما تعطاش لهم اللي هو الوظيفة. يا هاديك يا هاداني شوف